واش دراري، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع شارك رايدر. مؤخرا ظهروا بزاف ديال انواع جداد ديال المطر، بحال هاد المطر دخلوا الاسواق المغربيه بواحد الكثره حتى انهم ولاو تقريبا من نفس الكميه ديال المطر اللي عندهم لي مارك معروفين بحال كawasaki والبي ام. هاد المطر بداو كيغزاو الاسواق المغربيه، بداو كيحتلوا لي مارشي كبار. فالناس بزاف ولات كتفضل تشري موتور ماركه ما معروفاش في السوق ومازال جديده على انها تشري موتور من ماركه معروفه ومستعمله. هنا كيبانوا عده اسئله: علاش المطر اللي من ماركات عالميه ومعروفين ما بقاوش كيتشراو؟ وشنو السبب اللي خلى المطر من ماركات جديده وما معروفينش يوليو يتشراو بكثره؟ وعلاش الثمن ديال هذا المطر رخيص مقارنه مع المطر اللي معروفين بحال ياماها والبي ام؟ فكيفاش وعلاش ومناش هذا الشيء؟ هاد الاسئله هما اللي غنجاوب عليهم في هذا الفيديو. ولكن قبل، بزاف ديال الدراري كيقولوا لي غبرتي كتلوح فيديو واحد في العام. هادشي بصح كاين، ما كنكروش، ولكن راه المشكل في التفاعل ديالكم. فكيف كتعرفوا الفيديوهات ديالي كيحتاجوا بحث معمق على المعلومات، وبطبيعه الحال المعلومات كيخصهم يكونوا صحاح، زائد المونتاج اللي كامل كيكون انيماسيون. هادشي اللي كيحتاج وقت كبير، وانا راني خدام وايضا كنقرا، لهذا من الصعب يكون واحد ايكيليبر بين ثلاثه ديال الحوايج. المهم على كل حال، الا بصح كنتو باغيين شارك رايدر يكون دائما حاضر في يوتيوب، فراه خاصكم تسبورتيوه، ماشي تفرجوا وتنسى ما تتفاعلش. وعلى ذكر التفاعل، فمؤخرا دخلت الاحصاءات ديال الفيديوهات ديالي، فلقيت اكثر من 90% اللي كيتفرجوا كاع ما مابونين، وهادشي لا يبشر بالخير. لهذا كنطلب من اي واحد كيتفرج دابا يهبط يخلي واحد سبسكرايب ويدير واحد القليب بحال هاد الشكل باش نعرفك تابونيتي. حنا دابا في 2008 بغيت نقول 2024. بغيتكم ديروا معايا واحد الفلاش باك لعام 2012 2009. فهاد السنوات وبالضبط من 2015 بداو بزاف ديال التغييرات في عده مجالات، ابرزوهم المجال ديال النقل. فقبل 2015 كانوا اغلبيه ديال المطر اللي موجودين واللي مكتسحين السوق المغربي وحتى الاوروبي هما المطر اللي من ماركات معروفين بحال ياماها وكawasaki وهوندا. فما كاينش شي واحد فينا ما كيعرف سي بي ار ولا اس اش، وكانوا غير الناس اللي عند والديهم الفلوس بالمزيان هما اللي كيديروا هذا المطر. وهادشي بالنسبه للمطر كبار. وبالنسبه للمطر ديال 50 فكانوا ثلاثه ديال الانواع اللي موجودين، كانت ستانش، نيترو وسبيريت. فداك الوقت كان ما كيركب على هذا المطر غير اللي بصح كيستحق نظرا للاثمنه الكبيره ديالهم، وحتى الا خسرت لك شي حاجه فيهم فالميكانيك ديالهم كيكون طالع بزاف. وهادشي بالنسبه للطبقه المتكلمينه. اما الطبقه ديال الدراوش فكانت عندهم اختيارين لا ثلاثه هما، اما سونطروا ولا البيكان. وكانت الحياه هكا غاده حتى وصلت 2015 كيف قلت لكم. هنا غيتبدلوا بزاف ديال الحوايج. ففي 2015 وبالضبط الصين ادير واحد القفزه كبيره، واللي كانت في انها اتصنع اول معشوقه المراكشيين، واللي هي وبلا شك كتكونوا عرفتوها سي 90. السيد الاخوان بدلت السوق المغربي راسا على عقب. فكيف دخلت المغرب خربقات كل شيء، قوانين، اقتصاد، حوادث، كل حاجه دارت فيها تغيير. فولينا كنشوفوا السفر في لوطوروت وبسرعه 120 كيلومتر، وهادشي اللي ما كانش قبل في المطار بحال سونطروا والبيكان. بانوا حوادث مميته بطبيعه الحال، واللي ما كانوش في نفس الكميه اللي كانت بهم المطار بحال سونطروا والبيكان. وايضا بانوا تغييرات في قوانين واللي ما كانوش قبل في يامات سونطروا والبيكان. ففين عمرك شفتي شي سونطروا عندها بلاكه؟ حتى دخلت سي 90 ودارت العزل للمطر 50. هادشي ومورا اقبال كبير عليها، الدوله دارت بلاكه كبيره بسبب السرعات ديالها واللي كبار، اللي كانت فحال موتور كبير بحجم اس اس 125. هادشي خلى الصين تصنع نوع جديد من اللي سماتو هي سي 50، وبدا كينتشر حتى هو شويه بشويه، وبدات الاسماء عديده. كاين اسماء عده ومتداوله ومعروفه. شكون هو؟ اسماء عديده. شكون هاد الاسماء عديده؟ بحال طرونطروا والاطلس وليبيرو والصانيه. المهم فيروس بجميع التحولات ديالو، غير هو فيروس نافع بطبيعه الحال. حتى تنساو شويه بشويه المطر بحال سونطروا والستانش والنيترو والجوك. فهاد المطر بدلوهم 180 درجه وخلوا جميع الطبقات تكون عندها وحده منهم. فكيف تمشي الفيلا غتلقى طرونطرو في الكراج، وكيف نفس الوقت غتمشي لشي دار شعبيه غتلقى نفس الموتور مره اخرى. يعني الصين وحدات هذا الفرق الطبقي. كيف قلت لكم مور 2015 ولاو ماركات جديده وغير معروفه بحال اطلاس، دوكير، سيماتي هما اللي موجودين، عاونوا الناس بزاف في السفر، في الخدمه، في النقل، في المواصلات وحتى اللوجيستيك.
دونك حتى لهنا كلشي واضح. الماطر 49 اولا الماطر 50 ولاو كاملين غير شينوا وماركات جديده. السبب كان اقتصادي، فواحد يمشي يشري ياماها ستانج بكثر من 1.5 مليون، ولا سفر لا سرعه وبياس غالي، ولا كيلتجا يشري واحد ديال الشينوا مقيوم عليه رخيص، زائد فيه داكشي اللي ما كاينش في ستانج. دابا ندوزو الماطر كبار. باش نفهموا اي تغييرات ديال اي سوق ضروري من نشوفوا 10 سنين قبل، وهادشي اللي درناه دابا شويه غير هو في الماطر صغار. وغير على سبيل المثال في الماطر صغار راكم شفتوا النتيجه اللي خرجت لينا. في الماطر كبار حتى هما كانوا ماركات محسوبين على رؤوس الاصابع، هما اللي كانوا كيتحكموا في السوق. الماركات راهم معروفين، من بينهم ياماها، الهوندا، البي ام، سوزوكي، الكawasaki، دوغاتي، الكتم وزيد. هاد الماركات كانوا معروفين بجميع الاشكال ديالهم، من سكوترز سبورتيف، تريل، كلاسيك، الرودستر. وبغض النظر على الكاليتي ديال هاد الصناعات اللي واعرين، ولكن الاثمنه راه جد مرتفعه، وهادشي اللي كان كيخلي غير ولاد الاغنياء اللي يركبوا. حتى مؤخرا بانوا عده لي مارك واللي جداد واللي دخلوا المجه ديال السوق الاوروبي وحتى العربي، منهم السوق المغربي. هاد الشركات ولا هاد الانواع راهما بزاف، منهم زونتاز، منهم السيم، منهم الكيوجي، منهم سي اف موتو، منهم البينيلي واللي رجعات بقوه هاد المره. وهاد الشركات جداد ما عندهمش ماضي بحال الشركات اللي معروفين، ولكن فيهم لقاو واحد الاقبال كبير من عند الاوروبيين وحتى المغاربه، بحال بنادم ولا كيبيع اس اش 300 باش يزيد على شي شويه ويشري بينيلي تاركه اللي قبل هادي 5 سنوات فقط كان يستاهل تضرب اوفرود الا ما كانش عندك فوق 25 مليون. دابا غير بتاركه اللي ما كتفوتش 8 مليون ونص جديده تقدر تضرب بها من طنجه لكوير. وحتى هنا كنضركم ما تكونوا فهمتوا التغيير اللي انا داوي عليه. وهاد التغيير الاخوان فراه هو غادي وكيكبر. فكيف شفتوا عطيتكم مثال بماطر صغار كيفاش وعلاش ومناش جاو حتى قدروا يقضيو على الماركات العالميه واللي معروفه بحال ستانج، جوغ، الكيمكو، الابريليا، النيترو ان صح التعبير. فدابا كنشوفوا ماطر جداد في الاسواق كينتشروا بسرعه، ومع الانتشار ديالهم فكيزيد يقضي على الماركات المعروفين. بالنسبه للسبب اللي ما عرفوش راه باين هو الثمن. واش موتور داير 20 مليون في نظركم فاش يخرج نسخه منه تقريبا في كل شيء، السرعه، القوه، الشكل، وتناقص عليه في الثمن؟ واش في نظركم يبقى راه بين يطير ويولي هو اللي منتشر في السوق؟ وهادشي بالضبط اللي طرا مقارنه مع الجي اس، البي ام والبينيلي التاركه. هي كتبقى البينيلي اللي ما غاديش نقارنوه مع البي ام، بزاف ديال التغييرات. راه غير من 30 مليون ولا من 28 مليون راه كاين فرق بينه وبين 8 مليون او 8 مليون ونص. ولكن في هذوك المواصفات اللي كتحتاج باش تضرب نتايا واحد شويه ديال الاوفرود، فاولا دابا كتلقاه ب 8 مليون ونص غتاخذ بينيلي تاركه غتضرب بها بزاف ديال الحوايج، وتقريبا غتعيش نفس اللحظات اللي غتعيشهم بموتور ديال 28 مليون. وهادشي بلا ما نذكروا الثمن ديال البياس اللي اغلبيه كيكون رخيص وما معقدش، عكس ماطر معروفين بحال البي ام. وهادشي هو بالضبط اللي خلى هاد الماركات واللي يزيد يخليهم ينتشروا في السوق المغربي. وحتى لهنا كلشي باين وواضح. المستقبل الله اللي كيعلم به، ولكن على حساب ما كيبان من دابا فالماطر لا يوليو موجودين بكثره هما الماطر ديال الشينوا. وفاش كنقول الماطر ديال الشينوا هادشي ما كيعنيش بلي الجوده رديئه وضعيفه، بالعكس فهاد الماطر ديال الشينوا كاين منهم اللي صحيح ومخدوم احسن من ماركات عالميه. على سبيل المثال غير الزونتيز اللي انا دويت عليها حيت انا عندي، راه ماركه لي كاليتي اللي مخدومه بها راه كاليتي واعره بزاف، لا من البياس لا من الالكترونيك لا من الميكانيك لا من كل شيء. وهادشي غير في 150 وفي 300. اما فاش غتدخل 700 ولا تدخل 650 ديالها فديك الساعه راه تكون هضره اخرى. المهم كيف قلت لكم في الماطر بداو كيشاهدوا تغيير، وانتم شنو كيبان لكم؟ خلوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير.